هلو يا فنانين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة السكتش مختلف أكاديمي شويتين، عشان كده الفيديو شوية هيكون طويل عن العادي، عن 10 دقايق بس. في معلومات مهمة مش هتلاقوها بسهولة غير جوه كورسات أو جوه المحاضرات في فنون جميلة أو تربية فنية ومحاضرات كليات الفنون يعني. فخلينا نبدأ وندخل كده في التفاصيل على طول. الأول خالص عشان تكونوا عارفين بلان الفيديو، احنا الأول خالص هنعمل دراسة أو هنذاكر شوية على الصورة نفسها ونطبق خطوة بخطوة على السكتش. فخلينا نقول بسم الله ونبدأ. نقلت الصورة على بروكرييت عشان نشوف شوية شرح موجودين على الصورة نفسها. بصوا يا جماعة، أي كادر بناخده أو أي صورة بناخدها احنا بنقسمها ل3 أتلات بالطول و3 بالعرض زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ولو خدتوا بالكم الارض اللي محطوط عليها العناصر بتاعتي او الترابيزة احنا بنسميها الارض اللي واقف عليها العناصر بتاعتي، موجودة كلها في التلت اللي تحت. يعني الارض بتاعتي هي التلت اللي تحت خالص، بعدها العناصر تبدأ تكون تقف على الارض دي، تبدأ تطلع على الباك جراوند اللي هي اللي هي الجدار اللي في الخلف اللي واخد التلتين التانيين. بعد كده هبدأ أقسم العناصر بتاعتي بشكل بسيط ومرتب عشان أسهل على نفسي رسمهم وأعرف أكتر عنهم. أول حاجة خالص لازم أعرف إيه العناصر القريبة وإيه العناصر الأبعد، يعني أشوف بعيني وأنا بصور الصورة أو اللقطة اللي قدام عيني، أبدأ أشوف العناصر القريبة والعناصر الأبعد منها. بعد كده ببدأ أقسم كل عنصر، يا إما عنصر بديه شكل بيضاوي، بديه دايرة، بديه مستطيل، مربع، ايا كان ببسطهم على شكل اشكال هندسية، واحاول ان الشكل الهندسي ده يكون واخد تقريبا مساحة الجسم او حجم الجسم ان كان طوله او عرضه، يعني تقريبا كده هيحط جوه قالب المربع او المستطيل او الدايرة وهكذا. ببسطها لاشكال هندسية. بعد ما بسطتها الاشكال الهندسية ابدأ اطبق الفكرة دي كلها عندي على السكتش بتاعي. هاخد كل الخطوات اللي خدتها بعيني على سكتش او ورقة، هاتوا اي نوع ورق، المهم ان انتوا تتدربوا فيه كتير. حاولوا تكون المساحة كبيرة عشان تكسروا الخوف اللي بيننا وبين المساحات الكبيرة. تمام. طيب تاني حاجة ابدأ كده على الورقة خطط كروكي وسريع. السكتش ده من نوع سكتشات الكروكي لان هو هيكون فيه شوية تفاصيل مع شوية ظلال، مش دراسة لان هو في حاجات واقعية اكتر او اضافات بتكون موجودة في الدراسة عن السكتش الكروكي. وهو يعني هو هنا كده بصوا، بعد ما شوية التفاصيل البسيطة دي تتضاف هيبقى سكتش خطي. سكتش خطي بيكون مجرد من التفاصيل والظلال، السكتش كروكي بيكون فيه ظلال بس. هنا انا هعمل سكتش كروكي للكادر اللي انتوا شفتوه وشرحت عليه في البروكريت. اول باول هنرجع للصورة نشرح عليها وبعدين نيجي نطبق على الورق بتاعنا ونشوف التفاصيل بتاعته عاملة ازاي. تمام. بما ان القارورة دي والقارورة التانية الاتنين شكلين سيمتريين، فانا هبدأ اشتغل على خط في النص واشوف يعني مكان كل عنصر بالنسبة للتاني عامل ازاي. خلينا كده نبدأ نشوف تفاصيل العناصر وازاي هقدر احول الاشكال الهندسية دي للجسم اللي انا برسمه في الشكل البيضاوي ده، ازاي هخليه زي البولة او الطبق الصغير اللي موجود هنا ده. هرجع للصورة تاني وزي ما قلتلكوا هاجي انفذ هنا وبعدين هاجي اخد نفس الافكار اللي هنا والتبسيط اللي حصل على الصورة هاخده انزله على الورق. زي ما قلنا كل جسم منهم هبسطه لمجموعة من الاشكال الهندسية لو محتاج انه يتبسط لمجموعات كتيرة. زي مثلا القارورة بسطتها لشكل هندسي اسطوانة، والكمثرى عملتها لشكلين هندسيين، كورة وشكل بيضاوي والطبق شكل بيضاوي، وسهلت على نفسي اني ارسمه بشكل مرتب وكويس. الفكرة دي طبقوها على اي حاجة في الكون، يعني طبقوا على اي حاجة. التبسيط بيعمل تقارب للرسمة اللي موجودة معايا في الحقيقة. لما ببسطها اشكال هندسية بيقرب لي الفكرة، فبيكون سهل عليا اني اغير في الاوت لاين حاجات بسيطة بحيث ان هي تساعدني اني اوصل للاوت لاين بتاع العنصر اللي انا شغالة عليه بالفعل.
فبيكون اسهل كتير. طيب خلينا نعمل شوية اوتلاينز كده بسيطة خالص وبرده كروكي ما فيهاش تفاصيل واقعية رائعة خارقة، يعني اسحبوا شوية المثالية من الفكرة ونفذوا الموضوع بشكل اهدى شوية عشان ما تحسوش ان في تفاصيل كتير معقدة على التطبيق بتاعكم. طيب بما ان اتجاه الإضاءة هنا من اتجاه الشمال، فأنا هبدأ أشتغل شوية تظليل، بس قبل التظليل عايزة أرجع لكم للصورة دي. طيب أنا عندي مجموعة حاجات بتحصل على الأجسام أو العناصر بتاعتي لما بيحصل عليها ضوء وظل. ما بيكونوش مجرد ضوء وظل، بيكون في حاجة اسمها إضاءة قوية أو هايلايت، لايت، كاست شادو أو شادو، أي لايت ريفلكتد أو reflected light، انعكاس للضوء في اتجاه الظل. وده اللي حصل هنا لأن الظل جاي من الشمال، فهتلاقوا العناصر عليها إضاءة من اتجاه اليمين. ده حصل ازاي هنحكي دلوقتي بالظبط بالتفصيل، بس ناخد الفكرة كده واحدة واحدة عشان نعرف نشتغل على الموضوع ده. بس قبل ما ندخل على الستاب دي عايزة اقول لكم على ستاب مهم قوي. اي انحناء بيحصل على الاجسام او العناصر اللي انا برسمها، انا ببدأ اقسمه الخطوط بالعرض زي ما انا عملت على القارورة الكبيرة هنا. ركزوا قوي على الستاب دي. الستاب دي مع خط النص اللي بالطول على القارورة هيسهل عليا اني اطلع القارورة بشكل اوتلاين مظبوط ومرتب. تاني حاجة ان هي تطلع سيمترية زي ما هي موجودة معايا في الحقيقة. اوكي كده. طيب فانا بدأت اعمل خطوط بالعرض. الخطوط اللي بالعرض دي بقى بتساعدني اني اخد انحناءات الاوتلاين او الايدجز، الحدود بتاعة الجسم نفسه، وببدأ اشوف كل عنصر بالنسبة للعنصر التاني عامل قد ايه. يعني مثلا هنا الكمثرية دي واقفة عند التلت، القارورة بالطول تلت وتلتين، يعني بعد الكمثرية في تلتين هنا في الشمال. نفس الفكرة بالنسبة للطبق ده، برضو مغطي لحد تلت من القارورة التانية والتلتين الباقيين موجودين بره. بنركز ليه على التفاصيل دي لانها هتمسح من دماغي، يعني هتهون عليا السكتش، هتخلي السكتش اهدى وهتخلي تحضيري للوحة بتاعتي فيما بعد اسهل وابسط كتير. فخلينا نشوف كمان لما ببدأ ان انا اشوف حاجات بشكل مائل، مثلا كتب محطوطة بشكل مائل، حاجة واخدة زي فوهة القارورة دي واخدة زي 7 كده لبره، بعملها ازاي؟ بعملها بخط افقي، واقفلها بخط افقي واعمل الزاوية دي اشوفها قد ايه تقريبا، احاول اطلعها عندي بقى جوه السكتش بتاعي. بشوف الزاوية اللي اتعملت عندي بالعرض دي بالطول مع خطوط الطول مع خطوط العرض، واحاول ان انا اطلعها في السكتش بتاعي، بحيث ان انا لما ارسم فوهة القارورة نفسها تطلع معايا مظبوطة، ما يبقاش فيها اخطاء، ما يبقاش فيها تفاصيل كتير غير متقنة او مش واقعية. بسطوا شوية هندسيات بس هتخلوا السكتش يتنقل عندكم نقلة تانية خالص. ايديكوا هتكون اسرع كتير في اخذ قدرات ولقطات كتير قوي بسهولة بالاقلام على ورقكم. وكمان تحضيركم للوحات يعني تحضير اللوحات سكتشات تحضيرية او كروكي لأي لقطة، الاتنين هيكونوا متقنين، وبعدها اللوحة هتبقى بيرفكت بعد، يعني خلاص احنا الاساس نفسه خلاص ذاكرته انا ونفذته بشكل كويس. طيب نرجع لنقطة انعكاس الضوء. انعكاس الضوء لو السطح او الارض الطاولة اللي محطوط عليها العناصر دي عنصر فاتح، يعني هي اصلا عنصر فاتح الأرضية دي، تمام كده. فالإضاءة جت من الشمال نزلت على الأرض، انعكست أو عملت مردود على العناصر بتاعتي من اتجاه اليمين. ففي بعض الأحيان أنا ممكن أحس جدا إن الإضاءة في إضاءة تانية من اليمين، بس اللي يثبت لي إن مفيش إضاءة تانية من اليمين إن الظل بتاع العناصر بتاعتي ممتد مطول لاتجاه اليمين، وكمان غامق، يعني هو اصلا قوي وغامق، ظلالة قوية وغامقة على الارض بتاعتي. فده يأكد معايا ان مفيش
حاجة إضاءة تانية جاية من اليمين، لا بالعكس هي أصلا الإضاءة جاية من الشمال وقوية فمدياني الكلام ده. طب ليه حصل انعكاس للضوء؟ زي ما قلنا كده، الانعكاس ده ممكن يبقى ضوء، ممكن يبقى لون جوه الضوء. يعني لو الأرض دي مثلا واخدة درجة يعني أزرق فاتح أو أخضر أو أي درجة، هتلاقوا في انعكاسة للضوء، والضوء جاي بلون. فاهمين قصدي؟ يعني انعكاس الضوء هياخد درجة اخضر فاتحة مثلا، فهمتوا قصدي؟ هيأثر على الوان العناصر كمان. فالانعكاس ده بيكون انعكاس للضوء بياخد معاه لون الباك جراوند او الارضية بتاعتي. اوكي، انعكاس الضوء ممكن يبقى من الباك جراوند مش بس من الارض. اوكي كده. طيب ده ان عمل انعكاس الضوء على العناصر بتاعتي كلها. تعالوا بقى ننفذ ده كله ونشوف الظلال بتاعتنا بالنسبة لكل عنصر. طبعا انا استخدمت هنا الهاتشن تحشير كده بسيط عشان اسهل على نفسي التظليل، واكون ذاكرت الى حد ما العناصر بتاعتي عاملة ازاي، ونفذت كل اللي انا شفته يعني لاحظته ودرسته على الصورة الحقيقية او الكادر اللي متاخد، وبدأت ان انا اشتغل عليه. بصوا حاولوا ان انتوا يعني ما تقفلوش نفسكم من فكرة الهندسيات والصعوبة بتاعة الأكاديمية، بس الأكاديمي هيثبتك على أرض ثابتة كتير كتير عشان تبني أساس كويس، عشان ايدك تتمرن كويس، عشان يبقى عندك باك جراوند كويسة جدا، باك جراوند بعينك وبعضلات ايدك، سكيلز كده تمرن ايدك كتير وتكون دارس اكاديمي كتير، هيسهل عليك جدا 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 انك تشتغل اي فيما بعد بقى. يعني الرصاص كمان هيساعدك، يعني مش بس ماتيريال سهلة، هتسهل عليك ان انت تدخل في ماتيريال تانية مختلفة وأقوى وأصعب، هتسهل عليك الشغل بالفرش وبالسكين لو حبيتوا تشتغلوا أكريليك أو أويل بينتنج بالسكين معجون، كل ده هيبقى رائع. بس اشتغلوا شوية أكاديمي، اعملوا سكتشات كتير، خلوا عندكم أرخص نوع ورق ممكن يتجاب وأبسط نوع ورق ممكن يتجاب. يعني أنا بشتغل دلوقتي على ورق اللي هو الورق الكرافت، يعني في ناس بتطلع عليه البطاطس المقلية نقليها ونطلع عليه امتص الزيت، فانتوا اشتغلوا على اقل تكلفة ممكن تشتغلوا بيها. المهم ان انتوا تعملوا سكتشز كتيرة، سكتشات كتير معناها براكتس، ممارسات. الممارسات الكتيرة بتساعد ايدي ان هي تحفظ الكادرات، وانتوا قاعدين ارسموا اي حاجة اي حاجة. وبالمناسبة ترسموا اي حاجة، فاحنا في فيديوز كتيرة ان شاء الله بأمر الله نازلة قريب اوي، دراسات اكاديمية وسكتشات كروكي. وحاولوا شوفوا البلاي ليست بتاعت سكتش في 5 دقايق، هتساعدكم كتير اوي ان انتوا تكنسلوا فكرة ان يجيلي ارت بلوك اصلا. لا مش يجيلي ارت بلوك، ليه؟ طول ما انا قاعدة برسم. يا جماعة احنا واحنا في الكلية كنا دايما على طول معانا نوت بوك. النوت بوك دي مش سكتش صغنطوط، يعني مش مسطرة. فكنا دايما مثلا دكتور يقول عايزين فكرة عن كذا كذا، نقوم واخدين لقطة كده، كل واحد يقعد نعمل لها كذا تصور. يعني الفكرة عملنا لها يعني بتاع 10 تصور 5، واحنا وهو لسه بيتكلم واحنا ماشيين، اي حاجة بتقابلنا ليها علاقة بالفكرة والدكتور طلبها كنا بندوس على طول. يعني انا نفسي كان على طول معايا سكتش على طول وقلم رصاص نون كده، واقوم عاملاه جوه السكتش بتاعي الصغنطوط ده، وجوه يعني سكتش صغير بحطه في اي شنطه وبنطلق بقى. كل ما تعجبني لقطه يا اما بصورها بالتليفون وارسمها لما اروح، او ارسمها في ساعتها واحنا قاعدين كده بنعمل اي حاجه، بريك مثلا، مش بريك حتى ما حضرناش، يعني whatever، يعني عيشوا حياتكم. بس كل ما تشوفوا لقطة ارسموها، كل ما تشوفوا لقطة ارسموها. السكتشات الكروكي والسكتشات الخطية والتحضيرية والحاجات البسيطة قوي دي بتسهل جدا ان احنا نعدي ليفل عالية قوي في الرسم بتاعنا. فاشتغلوا على الموضوع، حاولوا تمرنوا ايديكوا كتير، بجد سكتشز كتير. يعني انا بتمنى ان انا طول الوقت اقدر اعمل سكتشز دلوقتي. يعني اكيد الحياة غير وما كنت لسه بدرس، في حاجات مسؤوليات عندي تانية كتير، بس لما بقعد اشخبط
حتى والله حتى الاخطاء اللي بتطلع مني بقيت متصالحة كده معاها يعني، فاهمين؟ ف يعني حاجة جميلة جدا بجد ان احنا نقعد نعمل سكتشز كتيرة دي، والله بتفرغ طاقة كبيرة قوي، وبتخلي الواحد متقبل حاجات كتير قوي في نفسه غير اخطائه كمان في الرسم، فاهمين؟ مع الوقت اصلا ما بيبقاش فيه اخطاء يعني، لو استمريت تعمل سكتشات لحاجات معينة، وربان مثلا لاندسكيبنج، يعني بورتريهات، ستيل لايف، كل الحاجات دي استمريت تعملها سكتشات، هتلاقي ايدك مبقتش ما شاء الله بتغلط يعني، خلاص عدت مرحلة الأخطاء. ف السكتشات الكروكي احنا ممكن نعمل فيها تظليل بسيط، أو أماكن لظلال بسيطة، ممكن نحولها لدراسة، ممكن يعني عيشوا حياتكم. بس أنا هنا يعني أنا عملت ميكس بصراحة بين الكروكي وبين الدراسة، بس عشان يكون فيها تفاصيل شوية. طبعا في فيديو نازل هيبقى فيه دراسة اكتر من اللي كادر برضو لذيذ قوي، بس هو مدته طويلة برضو زي ده، يبقى فيه شرح اكاديمي، شرح طريقة التظليل نفسها، وشرح للطريقة اللي هرسم بيها العناصر بتاعتي، فهيبقى فيه دراسة حلوة. فادعولي بس ان انا يعني اتوفق في ان انا بجد يعني بحاول ان انا يبقى مواعيد الفيديوز كده ما تأخرش عليكم فيها، بس يعني الموضوع صعب مش سهل. وكمان احنا بننزل فيديوز في اوقات كتير بيكون اوريدي فيها لود على الواحد، رمضان مثلا، تجهيزاته كده يعني حاجات كتير، فخلينا ما ندخلش المواضيع تانية، بس حاولوا ان انتوا تعملوا السكتشز كتيرة، نفذوا السكتشات دي بليز، نفذوها. انا بشارك شغلكم على انستجرام، وبشارك تعليقات، هعمل لكم فيديوز اعلق لكم فيها ايه الحتة اللي محتاج تشتغل عليها، ايه الفكرة اللي محتاج تدرسها اكتر وتذاكرها اكتر وتلاحظها وتعملها تغذية بصرية اكتر، ايه ال السكال اللي ناقصة عندك عشان تظبط. هحدد لكم على السكتشز كلها شرح كامل على تعديل، وانا بعمل ده اوريدي على الانستجرام، فابعتولي لينك الانستجرام على طول في description box. كمان بعد ما بنعمل التعديل ده بيبقى فيه نقلات كتيرة قوي بتحصل في السكتشز بتاعتنا، ف يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فعلا وصلتوا الليفل كويس قوي في الشغل معايا بالطريقة دي. المهم هنرجع تاني لفكرة التظليل، فيديوز بقى كتير انا شرحتلكوا قبل كده الهاتشن او التهشير بالقلم الرصاص. انا بشوف ان هي التهشير دي لذيذة في ان انا بتسهل عليا، خلاص حددت اماكن التظليل بتاعتي بسهولة، وخصوصا في السكتشات الكروكي بقى بتبقى زي شخبطة كده، قد ايه فيها حرية، وفي اساسا كمان طرق تظليل اكتر من دي، فيها حرية اكتر من دي واريحية كده، تحس ان انتوا يا انا عبرت عن السكتش. انا بحس اصلا السكتشز دي بيكون فيها مشاعر الفنان اللي بيرسم اكتر من اللوحة الكاملة اللي هي المتناسقة المتسطرة، لا انا بحس ان هو لا، السكتش بيكون خطوط وشخبط وكل حاجة جواه طلعت في السكتش اكتر من اللوحة. طبعا في لوحات بتكون فيها حرية، بس I think السكتشز اكتر، انا بحس كده يعني، ده رأيي الشخصي، مش عارفة بصراحة. عبر بقى بحرية عن الباك جراوند بتاعتك، يعني عيش حياتك، اهم حاجة تكون موضح ان في فرق بين الباك جراوند لو متقسمة لمساحتين زي الجدار مثلا والترابيزة او الطاولة اللي محطوط عليها العناصر بتاعتي، فببدأ ان انا اديها اختلاف شوية في اتجاهات الهاتشن بتاعتي او التهشيرات بتاعتي، وببدأ ان انا اديها اتجاهات مختلفة للخطوط، واي اما بديها بقى يعني لون مختلف او درجة اغمق او درجة افتح حسب، يعني طبعا بما ان الاضاءة هنا من الشمال فالمساحة دي كلها تكون غامقة، لان الاضاءة مش تقع على اللوحة او الباك جراوند الخلفية من المكان ده. كده خلصنا السكتش وعملنا فيه الظلال زي ما انتوا شايفين، وعبرنا فيه بطريقة الهاتشن والكروس هاتشن، نسينا نعمل الجزء ده. بس انا كده خلصت السكتش خطي سكتش كروك، يعني عملنا 2 موجودين عندنا في اللوحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي يا فنانين.